فيديو هتكلم فيه باستفاضة شوية، ويمكن هذكر اسامي بتيجي لي كتير في الكومنتس، بتجي لي في المسجات، وانا مش هقول ان انا بتجاهلها، بس انا يعني بحس ان انا رديت على السؤال ده بما فيه الكفاية. مثلا حد يبعت لي ايه رأيك في مجوهرات لمسة، ايه رأيك في مجوهرات أميرة الذهب، ايه رأيك في مجوهرات اي حاجه. يعني هنقول دول اكتر اتنين ظاهرين لنا على السوشيال ميديا كتير، في كل الاعلانات، في كل حاجه، نجيب منهم ما نجيبش منهم. وده كان رد شخص على حد بيسالني على مجوهرات حد من الاتنين دول، وقالت لهم انا اشتريته وطلع دهب عادي. وسالت ما هو يا جماعه هيطلع دهب عادي؟ ما هو يعني بصرف النظر اللي حاصل مثلا من شهرة الأشخاص دي على السوشيال ميديا، لأن ده مصدر أكل عيشهم، إن هم يبقوا معروفين على السوشيال ميديا عشان يجي عملاء. احنا بنروح نعمل يعني هيضحكوا عليا في ايه؟ يعني مثلا دخلت محل اميرة الذهب، أميرة الذهب كل يوم بتعرض لي مجوهرات ب 1500 و 1800 وحاجة جرام وحاجة نص جرام. طب ما هو أنا بروح وبحسب بإيدي، يعني هي مش بتضحك عليا، وهي مش تضحك عليا، وأنا مش هشرب حاجة أصفرة هناك وأمشي وأنا متغمية وأطلع ما يطلعش دهب إزاي؟ يعني الناس دي هتبقى بتعمل إعلانات وشو كبير جدا حواليهم، في الآخر تبيع مش دهب؟ لا، مفيش حاجة اسمها كده. لا ده مش صح. يعني احنا ايه، ممكن نقول مصنعياتهم عالية، ممكن نقول رحت لقيت المصنعيات عالية عشان الشغل عندهم ايطالي، واللي فاهم في الشغل ده عارف ان معظم الحاجات او 85% من اللي بيعرضوه ايطالي، بعيدا عن الحاجات التانية. يعني انا بتكلم في حاجات وفي حاجات عشان الواحد بيبقى شايف، والحاجات بتيجي قدامه صدفة، فبيبقى عارف الشغل ده ايه، يستاهل مصنعية كبيرة، والشغل ده ايه، يستاهل مصنعية صغيرة، لا ما يستاهلش اللي بيقولوه. انا بقى كواحد عميل انا عارف وانا رايح، مش حد هيغميني ويقول لي اشتري، او انا رايح على السمعه او على الاعلان اللي شفته او على البروماجندا اللي معموله على السوشيال ميديا، او حد يطلع يقول لي حاطين جبس في الذهب. جبس ايه اللي هيحطوه في الذهب؟ يعني هي بتتاجر باسمها او هو بيتاجر باسمه، قاصدين ان هم سوري في اللفظ يبقوا بيضحكوا على الناس. مش منطقي. انا واحد يعني انا واحد عارف انا رايح اعمل ايه، معايا فلوسي في جيبي، بشوف القطعه جراماتها كام لو سمحت، اشوف على الميزان جراماتها بعيني. طب مفيش مشكله، ده حقك طالما بتدفع جنيه في قطعه. القطعه دي كيس فشار، انا ممكن اشوف وزنه عادي خالص. مش كمان مش بتكلم على الجولري، بتكلم على اي حاجه انت بتشتريها او انت بتشتريها، من حقك انك تشوفي ميزان الحاجه قبل ما تشتري. ايه ده والله شفت الميزان طلعت جرام. طب هو الجرام عندكم بكام؟ انا راجل بقى فاهم وست فاهمه ونازله عارفه سعر الذهب في اليوم. لا، البيع والشراء رضا وتراضي. انا ببيع ب10 قروش، انت راضي مصنعيتي تبقى 10 قروش اشتري، مش راضي انما ما تقوليش ده مش ذهب، لان انا بسمع بجد كلام عنهم بيضحكني. وفي نفس الوقت انا ما بقيش عايزه اخش في ديبيت مع حد على اسامي اشخاص معينه. الناس كلها تحترم والناس كلها زي الفل، ولكن لما احس ان الحاجه غاليه ما اشتريهاش. لما احس ان الحاجه مصنعيتها مقنعه، ومصنعيتها دي من كام؟ يعني احنا لو بنتكلم على الايطالي ده، الشركات وصلت 350 جنيه دلوقتي، شركات مصريه. ما بالك الايطالي؟ انا في دبله ايطالي قبل كده قلت في فيديو، وده كان زمان جدا كمان مش دلوقتي، معرفش هي وصلت كام. كانت بيس بجد من ايطاليا، مش معمول شكلها هنا ومكتوب عليها 750، لا بيس بجد. كانت دبله بشرون اللي هي الثلاث الوان، اللي هي الاسود والابيض وفيها فيها فصوص. الدبله دي كان جرامها والله من 3 سنين عند محل ما في الداون تاون جرامها 800 جنيه جرامها، وهي بتبقى تقيله ومحمله للي عارف وبيلبس بشرون. بعتها يعني، كانت معايا وخلاص يعني. فالفكره انه انا لما حد يذكر لي الاسامي دي، اسامي اي محل ذهب، اي محل اكس واي زد اي حاجه، انا رايح عارف سعر الذهب النهارده سي 2000 جنيه ال 18. طب حضرتك بتحط لي مصنعيه بقد كام؟ يعني انا جبت جرام ب 2000 جنيه ودفعت 2700، يبقى انا حطيت 700 جنيه مصنعيه، يبقى انا عارف ان انا بشتري القطعه الخطيره اللي مش موجوده غير عند الاشخاص دي، ودفعت في جرامها 700 جنيه. دفعت في النص ملي دفعت 700 جنيه، دفعت 200 جنيه، دفعت 150 جنيه، دفعت 400 جنيه. ما هو انا عارف، ما هو مش هيضحكوا عليا. انا بقى يعني مش هخش في حته ده ذهب ولا مش ذهب، عشان ده استحاله، يعني استحاله حد يعمله. مش محلات مشهوره ومعروفه ويعتبر ليها زبونها دلوقتي، لا ده محل تحت السلم ما ينفعش يبيع حاجه مش ذهب وهو بينزل اسمه كده على السوشيال ميديا، هيتشمع المحل ده. ما فيش يعني، انت لو طلعت بالقطعه دي على اي حد حمايه مستهلك ولا اي حاجه، السلام عليكم انا اشتريت دي من المحل الفلاني ومعايا فاتوره ضريبيه بتقول ان الحاجه دي مش ذهب، انت وديته في الشلالات خالص. ف يعني الناس اللي بتسالني على المحلات دي بالذات، لانها ممكن تكون اكتر محلات بنشوفها كلنا، وناس مهتمه بالسوشيال ميديا، فبالتالي بتظهر لك وتظهر لي وتظهر لهم وتظهر لنا وتظهر لنا كلنا.
الناس مهتمه بالسوشيال ميديا، واي كولكشن جديد بيجيبوه من بره مصر من جوه مصر بيجي ينزلوه سواء هنا او هنا او هنا او هنا، لان انا بشوف اكتر من محل. فهي ناس مجتهده على السوشيال ميديا مخلياك انت انترستد ان انت تروح الستور وتشوف الحاجه اللي بيبيعوها. وفي الاخر انا قلت احنا عارفين سعر الجرام، عارفين بيتباع بكام، خدنا الحاجه ومدموغه بالدمغه اللي انا دايما بقولها. انا كل صفحتي فيها نعمل ايه واحنا بنشتري ذهب من دي 1 من 3 سنين ولا من 4 سنين. انا بنزل محتوى على السوشيال ميديا، انا بقول نعمل ايه وما نعملش ايه، وبنزل سعر الذهب في الاكونت التاني. فالموضوع مش محتاج خوف، ولا محتاج ان احنا نتربى من حد، ولا محتاج ان انا اخش واتغفل لا، محدش هيعمل معايا كده. انا راجل فاهم وانا ست فاهمه كويس جدا. هو المحتوى كان مصدره واوله وبدايته للسيدات. انا فاهمه انا ببيع بايه وبشتري بايه وبحط مصنعيه ايه. ولو قال لك انا بحط 200 جنيه على الجرام، احسبي معاكي كام جرام. معاكي 5 جرام، اضربيهم في 200 جنيه هيطلع لك المصنعيه لوحدها، وتعرفي دهبك بقد ايه ومصنعيتك بقد ايه. وعلى فكره برضو في عملاء كتير بتشتغل على فكره ان انا بجيب البيس اللي هي الايطالي اللي بحط فيها مصنعيه فظيعه، عشان انا عايزه البس ارت اوف بيس، عايزه البس قطعه محدش لابسها. فالناس اللي بتهتم بالشغل الذهب الهاند ميد والايطالي والحاجات والتركي والحاجات دي ما بتهتمش بالمصنعيه. مش فارق معاها 700 في الجرام 500 في الجرام. بجد في حاجات بتوصل دلوقتي ل 850 و900 في شوب موجوده هنا، شفتها في التجمع في مول المراج. يعني شفت حد حاطط قطعه معموله هاند ميد جرامها 900 جنيه، 900 جنيه في الجرام. ده بجد. فالحد اللي بيقول انا بجيب ايطالي سعره غالي، والله هو عنده بقرشين، اروح اشوف ابو قرش واشتري. عجبني ابو قرشين وقطعه ما شفتهاش عند احد، اتوكل على الله. انا واحده بلبس ذهب مختلف. بس هي دي الفكره من سؤال عن مجوهرات لمسه، سؤال عن مجوهرات اميره الذهب. ادي كل الموضوع. انتوا بتشوفوا حاجه على السوشيال ميديا، ومن حقي من غير ما اغلط في الناس او اذم فيهم اروح واشوف دي جرامها كام ودي جرامها بقد ايه. طب انا دي اوكي هشتريها، طب انا مش عايزه اشتريها. بس ادي القصه كلها.